هو الكونتور نوعين، في كريمي وفي باودر، الاتنين بيتحطوا تمام. بس لو احنا عايزين نحط كونتور خفيف لايت بنكتفي بس بالباودر، ما بنحبش نحط الكريمي علشان ده بيدي شاربنس اكتر لللوك، وبيخلي الكونتور يبان ان هو يعني باين ان في كونتور شويه. فاحنا لما بنحب نعمل لوك خفيف بالكونتور بنحب نعمله بالباودر. البنات اللي بتحط كونتور الصبح، لا انا ما انصحش الكونتور الصبح خالص. لازم ان انت الصبح تحطي حاجه بسيطه خالص لايت، فاونديشن الكفر بتاعه يكون يعني سامبل شويه، ما يبقاش فول كفرج. لازم تحطي كونتور لو انت عندك ديفو معين، يعني مناخيرك كبيره شويه حاولي تصغريها. ممكن الصبح لو انت يعني مش حابه تظهري بالشكل ده ممكن جدا تعملي كونتور لمناخيرك بس بالباودر، مش لازم نعمل بالكريمي ده الصبح. بالليل بقى بنحط عادي خالص الكريمي وبعدين بنحط الباودر. بنصح الناس اللي وشها صغنون قوي قوي يعني حجما، اللي هو جبهتها مش عريضه خدودها مش كتير، ما انصحهاش تعمل كونتور. ممكن تعمل هايلايت للاماكن اللي عايزه تظهرها شويه او تعرضها او تتخنها شويه. ممكن تعمل هايلايت هنا مثلا على العظمه بتاعه الخد، ممكن تعمل هايلايت في الجبين، ممكن تعمل هايلايت في دقنها. المهم ان هي تظهر ملامح وشها شويه، لان وشها بيبقى صغير زياده عن اللزوم، فالكونتور ممكن يعني يصغره شويه، بلس ان هي مش هتبقى بروفيشنال فيه قوي فممكن تبوظ الدنيا. برضو في نصيحه مهمه قوي في الكونتور، انه لازم يدمج مظبوط. يعني ما ينفعش ان انا يعني احط الكريمي بالزيت، انا بتكلم على الكريمي بالزيت، ما ينفعش احط الكونتور الكريمي وما اعملش دمج او بلاندنج مظبوط ليه. ده هيخلي ان هو يبان قوي حاد في الوش وعامل زي بقعه، يعني هتلاقي ان في حته هنا غامقه هنا غامقه. لا لازم نبلاند كويس قوي، لازم نختار درجه من الكونتور مناسبه لينا. يعني الكونتور درجات، مش هو غامق وبس، لا درجه مناسبه لينا، هي بتبقى اغمق من درجتك ب3 درجات مش اكتر بس.